اساسيات الرفايع في جهازك الجزء الثالث. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس وتصلي على النبي في الكومنتات. يلا بينا نبدا. هتجيبي طقم بولات، عاوزه تجيبي اللي بتبقى دستة، عاوزه تجيبي مفرط كده وتشكلي بمزاجك، او تجيبي الطقم اللي هو بيكون الحله كبيره ومعاها بتاع 6 بولات او 4 بولات تقريبا. هتجيبي طقم كبير للتوابل اللي زي كده عشان تحطي فيها النشويات والرز والمكرونه والشعريه وكده. في طقم دلوقتي طالع، فانتي احسن لك ما تجيبيش الطقم، هاتيلك كام واحده مفرطين. هتجيبي لك مصفى علشان البطاطس والكوبيبه بقى والبقلاوه والحاجات اللي زي كده. وهتجيبي طقم معالق. انا ارشح لك ان انت تجيبي معالق مفرطه وتجيبي دستة من كل حاجه، بدل ما تجيبي الشنطه اللي هي بارقام خزعبليه دي. هتجيبي سبت الفواكه، وهتجيبي شيالة الكحك والبسكوت والشوكولاتة وكده، وهتجيبي بونبونيرة للشوكولاتة وللحاجات الحلوة برضو. هتجيبي طقم شاي او طقم قهوة، عايزة تجيبي الاتنين تمام. وهتجيبي مصفى اكيد يعني علشان الاطباق والمعالق وحاجتك كلها. هتجيبي منظمات للتلاجة او للحمام حسب احتياجاتك، بس انت هتحتاجي منظمات جدا يعني. هتجيبي هون جرانيت او ستانلس. هتجيبي المساحة دي عشان الرخامة. ونكمل في الفيديو التاني بقى. ما تنسيش الاشتراك علشان يوصلك باقي الفيديوهات وتقدري تستفيدي.